السلام عليكم. جبت لكم واحد الوصفه واعره وخطيره، ما غاديش تستغناي عليها ودائما غادي تبقاي ديريها. غتاخدي واحد الزلافه وديري فيها 450 غرام ديال فيلي ديال الدجاج، وغتزيدي فيها قبيصه ديال الملحه وقبيصه ديال البزار، وغادي تخلطيهم وتخليهم يرتاحوا 15 دقيقه. وغادي تاخدي واحد الزلافه غديري فيها جوج بيضات، غطربيهم مزيان حتى يتخلط الصفر مع البيض. من بعد خدي داك الدجاج غمسيه في هذاك البيض، وخدي 150 غرام ديال النشا كذلك مرمدي فيه هذاك الدجاج. وخدي لي واحد مقيله ديريها ليا فوق البوطه وديري فيها شويه زويته وخليها تسخن، وحطي فيه هذوك الطرائف ديال الدجاج ما شاء الله يجيو مقرمشين ويكون اللون ديالهم ذهبي. بعد ما كملنا غتاخدي واحد الزليفه غادي ديري فيها 4 المعالق ديال الكيتشوب، 3 المعالق ديال الصوجه، وكذلك غادي ديري فيها واحد 100 غرام ديال السكر. غتخلطي داكشي مزيان، داك الخليط مزيان 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 مزيان، وغتاخديه وديريه ليا في مقيله. من بعد ما درتيه في المقيله خليه يسخن شويه حتى يبانوا لك فقاعات. وغادي ناخذ داك الدجاج اللي كان اللون ديالو ذهبي غنخلطوهم ونحركهم مزيان، وكما غنقول لكم شهيه طيبه. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ديالي، ديروا جيم ابوني وتفاعلوا معايا دائما.